السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي كي دايرين مع الصحة. هانيين كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. فيديو جديد كنرحب بكم كاملين أخواتي، نورتوني وشرفتوني. نتمنى من الفيديوهات ديالي ينالوا الإعجاب ديالكم، وما تنسونيش من التعليق واللايكات أخواتي، وشكرا لكم. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة أخواتي لهذا الفيديو غنشارك معكم تقسيم ديال الميزانية ديالي أنا شخصيا، غنشارك معكم كيفاش كندير ليها وكيفاش غادي نخرج منها بزاف ديال الحوايج والتحديات اللي دخلت ليهم إن شاء الله. أخواتي هنايا الميزانية ديالي اللي هي راه كنت حطيتها معكم، سميتو 3500 درهم اللي هي 70 ألف ريال. هذه يعني محسوبه شنو غادي يكون فيها أخواتي بالستيلو والورقه. يعني هادشي تذكرت مع الزوج ديالي، يعني راه المهم ماشي غير هكاك، زادني في المصروف حتى كملت هاد 70 ألف ريال. المهم هنايا بالنسبة للمواضيع بحال الزيت، بحال هكا الأظرفة ديال العيد الأضحى، بحال القمح، راه شفتوني شحال هذا كنت دايرهم واحد 6 شهور. من بعد صافي ما بقاش عاجبني أصلًا أنا ندير الفلوس هكا في الدار نحطهم. صافي وليت فضّلت أنني نبقى ندخّل واحد 500 درهم، يدخلها ليا الزوج ديالي كل شهر هكا الحساب ديالي. نهار فاش كان يكون هكا نبغي نشري القمح، هكا كنلقى واحد المبلغ اللي هو مهم كنشري بيه عاوتاني في العيد الأضحى، وكنمشي غير على قدّي. راه كل واحد كيمشي على قدّو. الحاجة الوحيدة اللي كتعجبني أنا تكون عندي بحال هكا في القمح والزيت، كيعجبني يكون عندي واحد بحال الصطوك اللي كيفوت العام شوية، باش كتبقاي أنتِ مهنية بحال هكا. ملي كنبغي ندخل في شي تحدي كنقول بعدا الحمد لله أنا عندي القمح، عندي الزيت، راه هاد الشي كامل من فضل الله سبحانه وتعالى. إلا كان عندك هاد الشي راه كلشي كاين. هنايا أخواتي دخلت في واحد القرعة اللي دخلت بواحد المبلغ اللي هو كبير أخواتي شوية، ولكن أنا قادة وغنقدر أنني نكمّل بإذن الله بالعزيمة وبالإرادة هكا بالتسيير بالورقة والستيلو. طبعًا كيما قلت لكم هاد الشي راه أنا والزوج ديالي اللي كنتفقوا بيناتنا. مثلًا شي نهار غنزيّر في شي حاجة هكا ضروري غيزيدني شي حاجة، واخا غير 100 درهم يعني كإنقاذ هكا، ما تتعرفيش الوقت أشنو تجيب لِك. أنا كنجيكم صريحة أخواتي. هنايا راه أول حاجة غادي نقولها لكم هي القرعة اللي دخلت ليها بواحد المبلغ اللي هو شوية كبير أخواتي، ولكن الحمد لله النتيجة ديالو غادي تكون مزيانة من هنا لقدام. هنايا كيف كتشوفوا 1000 درهم زائد هانتوما كيف كتشوفوا أخواتي 535 ألف ريال. هنايا أخواتي أنا داخلة ب35 ألف ريال القرعة. معايا فيها الناس عائلة. الحمد لله ما كنلقاو لا مشكلة حتى شي حاجة، ولكن أنا اللي مكلفة بهاد القرعة هادي. إذن بالنسبة ليا كيما شفتوني كنت قلت لكم راني قديت شي حاجة في الدار، درنا ديك الضالة ديال الدار الفوقانية بإذن الله، ناويين إن شاء الله نديرو ديك السترة الفوقانية على حسابية الوليدات باش ما يطيحوش لا قدر الله. الإنسان ضروري يفكر من هنا لقدام. يعني راه خاصنا فلوس النيت، هاكا خاصك على الأقل واحد 3 المليون. وراه في هذا الزمان ما كيتجمعوش الفلوس دغيا أخواتي، وإنما كيتشتتوا. التشتات راه كيتشتتوا دغيا. داكشي علاش أخواتي أنا كنحاول بإذن الله، كنتفقوا أنا والزوج ديالي، حتى هو راه كيجمع. راه ماشي غادي نقول لكم هذا المبلغ هذا اللي غندخل به بقرعات، راه هذا راه غير غنعاون به، حتى هو راه كيوفر الحمد لله والشكر لله واحد المبلغ اللي هو حتى هو الحمد لله كينفع. المهم أنايا مثلًا إلا كانوا 10 الناس، مثلًا هاد القرعة فيها 100,000، أنا غادي ناخد فيها بإذن الله 300,050. أنا كنقول لكم صراحةً أخواتي، واخا غنتزيّر، واخا بالنسبة أنا ملي كندير السميات ديال القرعة ما غاديش نحط أنا السمية ديالي مضوبلة على 3 هكا، لأ. أنا كندير سميات أخرين مستعارة، لأن بنادم راكم عارفين من الأفضل ما الإنسان ما يعرفكش شحال باش داخلة أصلًا. المهم هنايا علاش كاين هاد 5000 ريال، وواحد الأخت عندها غير 5000 وقالت لي ما يمكنش لي ندير 500 درهم. صافي وأنا نكملها بهاد 500 درهم، بهاد 5000 ريال. قلت لكم أخواتي اسمحوا لي،
كمّلتها يعني شاركت أنا وياها مثلًا القرعة فاش غتكون فيها تشدّها في نوبتها 100,000 غادي نقسموها على جوج، هي غتاخد 50 وأنا 50 يعني أنا كنشرح لكم وكنتمنى يكون الشرح واضح أخواتي، وهذا الشي اللي كاين. غادي ندوز تاني حاجة كنحيدها في الأول ديال الشهر ملي كنتخلّص الحويجات كاع اللي كيبرسطونا راه ضروري كتحيدهم اللي هما الأساسيات، عاد باش غادي نرجع لكم الأكل. هنايا المدرسة اللي هي أخواتي يعني هاد العام كنت كنخلّص في الأعوام اللي كانوا قبل، العام اللي كان قبل 500 درهم، هاد العام 550 درهم. عفوًا، المهم 550 درهم، هنايا كيف كتشوفوا 550 درهم زائد 120 درهم ديال السوايع ديال ولدي، دايرة ليه السوايع أخواتي، هنايا 700 درهم غتشيط ليا منها واحد 30 درهم، غادي نهزها إن شاء الله عطا الله ما يدار بها، المهم هنايا كنحيد فلوس اللي خاصين بالمدرسة باش كنرتاح، زائد أخواتي غادي نحيد الضو، عندي هنا الضو 150 درهم غير في هاد البرد، اما راه في الصيف راه كندير مره 200 درهم مره 170 مره 180 المهم على حسب. وممكن بحال دابا انا طافيه الكونجيلاتور الكبير دايره غير الفريغو ديال الثلاجه لان الثلاجه عندي كبيره وكتهز. آه المهم يعني الحمد لله ملي طفيت داك الكونجيلاتور راه كان ياكل تقريبا واحد 30 درهم تقريبا، حيت حنايا كنشرجيو بديك عندي واحد لاكارت كنشرجيو بها كنعرف شحال كنستهلك كل شهر، ماشي بحال ديك الورقة اللي كتجيك من الشهر للشهر. المهم مرة كندير 120 درهم مرة 150 درهم، ولكن 150 درهم كتكفاني شهر كامل. هذا ما كيخص الماء والضو، عندي هنايا راه الماء والضو لأن الماء كيطلع بالضو يعني كنخ كندير هكا 150 درهم ديال الضو وصافي. اللي غادي تسولني علاش هكا الماء والضو لان عندي البير هكا في الدار كيطلع هكا بالضو، يعني الماء كنطلعوه بالضو، داكشي علاش كنشارك هكا الضو والماء. بالنسبه هنايا اخواتي شحال غادي يبقى ليا هنا في المصروف، هنايا 800 درهم اخواتي، هذا الاكل. غادي تقولوا لي كيفاش المهم هذا غادي يكفاني باذن الله، كما قلت لكم انا غنديرو واحد تقريبا 4 شهور الا في رمضان ما عرفتش ديك الساعات ان شاء الله غادي نشوف. ماشي مشكل الا زدت واحد 100 درهم ولا 200 درهم او لا، راه غادي نفتح هاد الحصاله هذه اللي كتشوفوا اخواتي. انا الحصاله ديال رمضان كل شهر كنحط فيها 50 درهم. المهم انا غادي نخلي هاد 200 هاد 800 درهم غادي نشارك معكم كيفاش غادي نقسمها. هنايا فاش حسبت يعني ما بقاش ليا ظرف الطوارئ، وانا راه ضروري كيخرجوا ليا الطوارئ من جناب اللي هما مثلا كنبغي نخرج بعض المرات كتكون شي مناسبه. انا اصلا هاد المنطقه فين مزوجه كاينه العائله ديال الزوج كاينه ديال الوالده خوالي وعائلتي عمامي، عائله كبيره ما يمكنش توقع شي هكا شي حاجه كتبغي تدي شي حاجه في يدك. راه حنايا معروفين بالكرم وهذا اخواتي، وكنمشي غير على قد جهدي راه ماشي كنتكلف. المهم كنمشي كندير صله الرحم الحمد لله والشكر لله، كندير غوتيك اولا المهم كديباني من كوزينتك وكتدي شي حاجه في يديك. المهم اخواتي هاد 200 درهم ديال الخروج يعني ديال المناسبه، كاينه شي حاجه كنلقاها موجوده. هادشي اللي كاين. الا شفتوا هنايا ظرف الصحه محيده ما دايراش. ظرف الملابس بالنسبه دابا حنا تكسينا الحمد لله، ما يمكنش ليا نبقى كل شهر. فاش جا مول الدار هاد الشهر راه شريت للوليدات الحمد لله لي بوط، شريت لهم تقيشرات جواكس ديال البرد، تكسيت حتى انا الحمد لله. الانسان الا بغى يوصل شي هدف ماشي ضروري يبقى يتكسى كل مره، وإلا بغيتي توصلي الاهداف ديالك راه ضروري نديرو التنازلات. انا غادي نصبر هاد 4 شهور باذن الله، حيتاش كنقول لكم 4 شهور حيت عندي الزياره غير في واحد 4 شهور، غتفوت 4 شهور واخا غنكون دايره هاد القرعات ماشي مشكل يعني. قاد عليهم الحمد لله، ما كيديرش لواحد القرعه غير هكاك والا وهو قاد عليهم، حيت ما يمكنش انا ندير واحد القرعه ونزير راسي ونجوع راسي ووليداتي، راه بزاف الاظرفه كيتسناو اخرين. هادشي اللي كاين، انا كنوصل لكم كيفاش كندير. هنايا هاد 200 درهم اللي قلت لكم راه خارج هاد 70 الف ريال.
صافي قلت لمول الدار ضروري تزيدني واحد 200 درهم ديال الطوارئ، راه ما يمكنش انا حاطه في المصروف ديال الاكل 800 درهم. بغات تقولوا لي يا اخواتي علاش 800 درهم؟ صافي هدرنا على المدرسة، هدرنا على الضو، القرعة، الطوارئ، هذا راه خارج الطوارئ على هاد المبلغ ديال 3500. هنايا غادي نجيو للأكل. أولا حنايا غير 3 الناس. عفوا أخواتي، حنايا ما كترش، الزوج ما كاينش، كيجي من 4 شهور 4 شهور، فاش كيجي راه هو اللي كيصرف. الحمد لله يعني الخير كيكون موجود. المهم انا كنهضر غير على هاد الايام فاش كنكون غير انا. المهم بالنسبه انا عندي ستوك الحمد لله والشكر لله، عندي اللي غيدي لي واحد 4 شهور. بزاف د الحوايج اللي ما غاديش نشريهم، غادي نبقى نتقدى الحوايج اللي خاصيني اولا غير بغيت نزيدهم. مثلا اخواتي ظرف الهري هاد الشهر دايره فيه 250 درهم. المهم غادي نصرف اخواتي من هنايا باش نفهمكم كل شيء باذن الله. غادي نقطع حتى نصرف. هانتوما كيف كتشوفوا يعني راه صرفت هنايا 250 درهم ديال الهري. غادي تقولوا لي اسماء ما غاديش تكفاك والغلا وهذا. انا دابا راه عندي الحمد لله القمح، راه نيت يلا اليوم لقيتو غدا غادي نطحنو الا بغى الله. هادو هما الاظرفه، راكم عارفين الاظرفه اللي كندير. هذا ملي كنبغي نمشي نتقدى ديال المسائل ديال الهري كندي معايا هاد الظرف هذا اولا هاد البزيطيم. ها نتوما كيف كتشوفوا 250 درهم هنايا. عندي الزيت تقريبا راه غادي تدي لي 6 شهور كاع. عندي هكا السكر حتى هو، اتاي عندي بحال الطون اتاي. المهم ماشي واحد ستوك اللي هو كبير، ولكن كل مره غنبقى نزيد شويه. المهم اخواتي عندي الفروماج، عندي الزيت، عندي البلديه. الحمد لله كاع الحوايج اللي هما كيكونوا غاليين كيديو في الميزانيه. عندي القطاني، نسيت القطاني عندي، يعني العدس، اللوبيا، الحمص، هذا الفول اللي بغيت نقول لكم. عندي كلشي داكشي الحمد لله ما غاديش نشريه. المهم انا ما كاينش هذا اللي غيدير واحد المبلغ اللي هو عارف ما يكفاش وغيديرو. المهم انا غنجيب غير الاساسيات اللي غيخصوني في هاد 250، هاد 250 درهم ديال الهري، غير داكشي اللي غيخص. واحد الحاجه غنقولها لكم اخواتي، بالنسبه انايا غادي نحاول نقص عليا بحال داك صوص انجيريان، بحال ديك صوص الصوجا، وبحال داك المهم المايونيز اصلا ما كنجيبوش، ما كيبغيوش ليا الدراري. بزاف د الحوايج غادي نقصهم باش يلا تكفاني الميزانيه. بحال الفرماج غادي نبقى نشريه باش ندير المايونيز يعني. والعطريه راه باركه الله يجعل شي بركه. بالنسبه للعطريه عندي العطريه اللي غادي تدي لي اكثر من 8 شهور، يعني راه ما غاديش نحتاج نشري العطريه نهائيا اخواتي. يعني داكشي علاش دايره هذه 250 درهم. بالنسبه للخضر والفواكه اللي هي غادي نحاول يعني مثلا من 15 يوم ل 15 يوم او ل 20 يوم انا اصلا كنتقدى التقديه ديال، كندير تقديه تقريبا ديال 20 يوم. الخضره ما كتخسرش، الديسير هو اللي كنبقى نشري. 250 درهم غادي تكفاني اخواتي، وإلا ما كفاتش غنهز من ظرف الطوارئ، ولا متاكده 100% غادي تكفاني. مثلا هاد الشهر راه دابا اليوم هكا 3، يعني انا باقي عندي الخضره اليوم 31. باقي عندي الخضره اللي غدوز ليا 12 يوم اخرى الحمد لله. يعني ما غنمشيش نتقدى حتى السبت الاخرى. يعني هذه هي الطريقه اللي كندير. اذا هاد 250 درهم راه كافيه، غنجيب غير الديسير وراه غادي تبقى ليا ديك 225 درهم ولا هكاك. غادي نجيب بها الخير والبركه الحمد لله، وحنا قلالين كنجيب على قدي. بالنسبه للحوم والاسماك 200 درهم. واخا الدجاج غالي، واخا اللحوم، انا مثلا اللحوم الا ما بغيتش ما نشريش انا كاع اللحم البقري ما غنشريش. صافي واش انسان الا شاف شي حاجه غاليه وحنايا على قد الحال، الواحد يمشي على قد جهده. الا بغيت غنجيب نص كيلو د اللحم، كيبقى الاختيار ديالي، كل واحد مسؤول على راسو. بغيتي اختي تجيبي 20 درهم، بغيتي تجيبي خمسة هكا 35 درهم اللي هي 700 ريال على حسب. بالنسبه هكا الكفته باقا عندي. الصراحه الدجاج تسالى اللي غادي نجيب واحد جوج دجاجات بعدا نحطهم، وهكا والسردين غنشوف ان شاء الله شنو غنجيب حتى نبغي نتقدى. بالنسبه للحانوت عندي فيه 100 درهم اللي هي غادي ندير فيه جوج بوطات. صافي راه كتكفاني في يعني في الحانوت. المهم كما قلت لكم 200 درهم 250 درهم هكا في الخضر.
غادي نديرو لها هكا نفس الطريقه اخواتي. غادي نمشيو للخضر والفواكه، يعني هكا كنظموا راسنا. الا ما نظمتيش راسكم ما كاينش اللي غادي ينظم لك هادشي اخواتي. هنايا بالنسبه للحوم 200 درهم، وبالنسبه اخواتي الحانوت 100 درهم. هنايا الطوارئ اللي قلت لكم، يعني باخر الحضاره ضروري من الطوارئ، هانتوما كيف كتشوفوا 200 درهم. صافي هادشي اللي كاين اخواتي، يعني الله يجعل شي بركه. كيما تنقول لكم، الا كانت البركه راه هي كل شيء، وبتسير ونعرفوا كيفاش نديروا. كيما قلت لكم ما كثرش حنايا، غير قلال الحمد لله. ما كيكونوش عندي الضياف اللي هما صعاب، حيت الضياف راه مشكله. وصافي هادشي اللي كاين، الله يقدرني ان شاء الله حتى نكمل هذا التحدي هذا ديال 4 شهور باذن الله اللي عندي. اما القرعه راه غادي تدي تقريبا هكا 10 شهور ولا 11 هكاك عاد باش تسالى، حيتاش بالضبط باقي ما عرفتش واش هاد القرعه فيها 11 واحد ولا 12. باقي ما بينش حتى لغدا باذن الله. انا كنحاول انني نوصل لكم الفكره اخواتي. القرعات زوينين الا عرفتي كيفاش ديري ليهم، والا عرفتي مع من، وإلا اتفقتي هكا مع الزوج وعندكم شي هدف وبغيتوا توصلوا ليه. بحال مثلا انا نعطيكم مثال، بحال الا تزيرت صافي شت راسي في الاخر الشهر، ما كفانيش مثلا الظرف ديال الخضار هكا. ضروري انا كيكون عندي شي حاجه هكا كتكون شي حاجه هكا ديال، راكم عارفين المراه ملي تكون في الدار بوحدها وما كيكونش الراجل، وهذا كتكون عندها واحد البركه محطوطه. ما يمكنش انا نبقى بلا حتى شي حاجه، ضروري كيكون عندي هكا واحد المبلغ. هنايا نسيت ما قلت لكمش بالنسبه للتحدي ديال رمضان. كنت وفرت واحد 50 درهم ديال هاد الشهر هذا باذن الله ديال زوج. غادي ندير هنايا 50 درهم، غادي نحطها هنايا، غادي نحل هاد الحصاله. واحد 3 ايام ولا 4 ايام غادي نحلها باش نجيب داكشي باش نتقدى. هادشي ديال السفوف لانني اصلا تشهيت صراحه وبغيت ندير شويه الوليدات. وهذا الشيء علاش لايقه هاد الحصاله، يعني زوينات هاد الحصالات هكا، ولا اي شي حاجه كانت عندك في الدار ديري ولو 20 درهم هكا الشهر، ولو 20 درهم الاسبوع. المهم انا كنت كنحط فيها 50 درهم. هانتوما كيف كتشوفوا اخواتي شهر 4 بديتها في شهر 4 النيس ديال العام اللي فات، وخمسة 6 7 هنايا. المهم 10 11، حيت انا نسيت واقيلا ما درتش 7. يلاه رديت البال. المهم انا كاع الشهور راه كنحط، ما كاينش شي شهر اللي ما كنحطش فيه. هاد شهر جوج باقي ما حطيتش، ولكن غادي نحط ان شاء الله. هذيك 50 درهم اللي وفرت غادي نحطها. غادي نشارك معكم شحال غادي نلقى في هاد الحصاله هذه باذن الله. وشهر 3 خلاص غادي تكون اصلا وديجه صافي حليتها. ديك 50 درهم ديال شهر 3 عطا الله ما يدار بها. هادشي اللي كاين اخواتي. بالنسبه للاخوات دائما اللي غيسولوني 800 درهم، انا راه غادي تكفاني الحمد لله والشكر لله. كما قلت لكم هادشي علاش زوين ستوك ديرو في الدار. ستوك راه مهم، كينفع. الا بغيتي تعاوني راسك وعلا بغيتي تقدي شي حاجه في دويرتك، كترجعي داك الستوك وكتهزي منه، وهداك المبلغ اللي كيكون في الهريره كتقضي به كتعاوني به حوايج اخرين. المهم هذه هي طريقتي اخواتي. نتمنى نكون فهمتكم مزيان في هذا الفيديو، لانني بغيت ما يجونيش التعاليق البنات ما فاهمينش ولا شي حاجه. اخواتي ما تنسونيش من اللايكات والبارطاج فضلا وليس امرا. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.